السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد وآخر الأخبار. دكتور تاشا وزير التربية والتعليم بعد إعلانه إن هيكون في أسئلة مقالية للصفين الأول والثاني الثانوي بيتكلم عن نوعية الأسئلة دي، هل هتكون أسئلة في كل المواد ولا أسئلة مقالية في مواد معينة؟ دكتور طارق شوقي قال على صفحته الشخصية إن الأصل في الأمور يتضمن تقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال عشرات السنوات. ولذلك لا داعي للجدل، لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها، ولا يستقيم التعليم ولا التقييم بدونها. يعني دكتور طارق شوقي بيقول إن الامتحانات الخاصة باللغة العربية واللغة الإنجليزية هيكون فيها قصة تتحل مقالي، وهيكون فيها تعبير هيتحل مقالي، وهيكون فيها باراجراف في الانجليش هيتحل مقالي، وهيكون في ترجمة برضه هيتحل مقالي هتكتب بإيدك الحل بتاعها، وهيكون على مستوى المدرسة اللي هتحطه، وكمان المدرسة اللي هتصححه بمعرفتها، مش هيكون من الوزارة، ولكن طبعا تحت إشراف الوزارة. أما عن المسائل الخاصة بالرياضيات أو الفيزيكس أو الكيمستري هتكون مسائل اختيارية، ولكن التفاصيل الحل بتاعها هتكون في ورقة خارجية هتفضل معاك مش هتسلمها. بمعنى اصح هيكون معاك ورق ابيض انت اللي هتاخده معاك اللجنه، او حتى هيسلموه لكم في المدرسه، هتحل فيه خطوات الخاصه بالمساله عشان تعرف تختار انهي اختيار، وده هيخليك تعرف الاختيار الصح، لكن مش هتسلمها. دي بالنسبة للأسئلة الخاصة بالمواد التانية اللي هي الرياضة والكيمياء والفيزياء والحاجات دي كلها، هتحل في ورقة خارجية ولكن مش هتسلم الورقة الخارجية دي، الورقة الخارجية دي هتفضل معاك انت. ده كان كل حاجة دكتور طارق وضحها بخصوص الأسئلة الخاصة بالمقالي، وإن شاء الله في الساعات القادمة لو دكتور طارق شوقي أوضح بحاجة تانية أو أضاف حاجة تانية هنبلغكم بيه، وإن شاء الله في فيديو جاي هنقول لكم عدد الأسئلة لكل مادة، وكمان عدد الدرجات وعدد الأسئلة الاختياري والمقالي. فعشان كده أتمنى إنك تشترك وتفعل زر الجرس، وكمان تضغط لايك تقديرا ودعما. اشوفكم في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.